السلام عليكم يا بنات. يا رب تكونوا بخير النهارده. اللهم خليني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذي القوة المتين. ده دعاء انا بحبه جدا. واللهم انك اعطيتني فوق ما استحق فلك الحمد ولك الشكر. النهارده طبعا هنخرج بقى من جو المطبخ والتنظيف والشمع. العنوان الفيديو بتاعي ان هو لو انت عندك العلبة دي يبقى انت عندك كنز. العلبة دي عبارة عن ايه يا بنات؟ العلبة دي انا اشتريتها يعني كده على بعضها من جوميا. دي خاصة بالأشغال اللي هي الكروشيه، دي خاصة بالكروشيه. احنا هنتعرف النهاردة على الأدوات الخاصة بالكروشيه، بما اننا هنشتغل مع بعض كروشيه فأنا هعرفكم على الأدوات الخاصة بالكروشيه. أول حاجة الإبر يا بنات. الإبرة طبعا هي أساس الكروشيه، إبرة وخيط، هو ده أساس الكروشيه. كل الأدوات دي اللي انتوا شايفينها ممكن احنا نستغنى عنها، يعني ده نوع تاني من أنواع الإبر أهو. كل الادوات اللي موجوده دي احنا ممكن نستغنى عنها بحاجات موجوده عندنا في البيت، بس اللي مش ممكن يعني اقدر اعمل كروشيه من غيره هو الابره والخيط. الابر بتبقى عباره عن اسمها في ناس بتقول عليها سناره وفي ناس بتقول عليها ابره اهي. بصوا يا بنات شكلها بيبقى عامل كده، بيقولوا عليها سناره علشان هي من هنا عامله زي السناره عشان نلقط بيها الخيط. دي طبعا بتبقى مقاسات. اكبرهم طبعا الابره دي اللي هي رقم 10. بصوا لو بصيتوا هنا كده، مش عارفه باين لكم ولا لا، اهو هتلاقوا مكتوب عليها رقم 10 اهي. طبعا هي مقاساتها طبعا بتبقى 10 و8 و7 وزي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا اهي دي مجموعه ابر اللي هي بتبقى مقاسات مختلفه. دي مثلا رقم 9، دي رقم 10 زي ما قلنا. دي رقم بتبقى يعني مثلا 7.5 اهي. دي رقم 6 لحد رقم 1 أو 2 بتبقى رقم كده، تمام. الأرقام دي ليه أرقام؟ علشان نوعية الخيط نفسه. في خيط بيبقى نشتغله برقم 10 اللي هو أكبر خيط إبرة عندنا، اللي هو خيط الكليم ده، وانا عرفتكم طبعا عليه قبل كده وانا بشتغل فيه. ده خيط الكريم ده اللي يعني ده بيبقى محتاج ابره رقم 10 او رقم 9 او رقم 8 اهو. يعني ده النوع ده. في طبعا بيبقى كليم يعني سميك زي ده، وفي كليم رفيع، وفي خيط مكرميه بيبقى ايه الخيط يعني بيحتاج مقاسات الابر دي. في دي نوعيه من نوعيات الابر. في نوعيه ثانيه اللي هي نوعيات اللي هي الصغيره اللي هي رفيعه دي، هوريها لكم برضو معايا اهي. دي تمام، دي رفيعه طبعا، دي بنستخدمها بقى في الخيط ايه، يعني دي مثلا 6/10 الابره دي. بصوا رفيعه قد ايه، بصوا لو بصينا كده هنلاقيها. بصوا هي يكاد سنها يعني مش باين. دي بنستخدمها في ايه يا بنات؟ في خيط اللي هو خيط المنجد اللي بنشتغل بيه مفارش، او خيط الكتومبرليه برضو دي بنستخدم فيه الابر الرفيعه دي، او الاصواف العاديه زي الصوف ده مثلا بنستخدم له ايه الابر دي، حسب برضو مقاس الابره، يعني حسب الابره اهو بيبقى مكتوب عليه بقى اللي هو رقم الابره. ولو الابره مش مظبوطه نفس مقاس الخيط بيبقى عندنا صعوبه شويه في اللي احنا نشتغل. لو هي يعني مقاسها اقل من مقاس الخيط هتطلع الغرزه ناشفه وسميكه وصعبه قوي في الشغل. لو هي مقاسها اكبر هتطلع الغرزه واسعه وهتبقى يعني زي فيها فراغات كده ومش هتبقى شكلها حلو. دي كده طبعا نوعيات الابر اللي موجوده. في كمان ابر يعني مش شرط ان انا اشتري العلبه دي طبعا، في بنشتري من عند اللي هو الخيوط، بنشتري نوعيه يعني بنشتريها كده، ان طبعا حطاها في كيس عشان ما يضيعوش. بنشتريها في الواحدة يعني زي النوع ده. ده برضو رقم 10. في فرق بينه وبين رقم 10 دي، يعني بصوا دي اكبر شوية، يعني دي اكبر شوية اهي. دي رقم 10 ودي رقم 10، بس دي طبعا اكبر شوية في الحجم. الابر اللي هي بتبقى مكسية من هنا دي بتبقى المقاس بتاعها اقل من اللي هي كلها معدن. انا شارية في عندي 10،
في عندي 8. في ابر تاني، نوع تاني اللي هو النوع البلاستيك، بس انا يعني منصحش بيه قوي ده، لان هو بيتزحلق من على الخيط. يعني هو عايز نوعيات معينة من الخيوط، فيعني انا ما ارتحتش في الشغل بالابرة دي. وفي طبعا دي الابرة بتاعت زمان القديمة قوي، لو انتوا يعني حد كان بيشتغل ولا حاجة. وكمان كانت ليها ميزة انها ليها غطا، بصوا، وكان مقاسها 3. دي تقريبا كده مقاسها 3، او ليها غطا. طبعا انا باخدها معايا على فكرة، دي في الشنطة معايا على طول، علشان وانا يعني بلوفر تشد مني او كده، فانا بستخدم الابرة دي ان انا القط بيها القطع. تمام. في طبعا حاجات تانية بالنسبة للكروشيه، الحاجات اللي هي زي الماركر ده عامل زي الدبوس كده، ده بنعلم بيه واحنا بنعد، يعني بنعد فيه طبعا الكروشيه بالعدد، فاحنا بنستخدمه لما بنيجي نعد. في ابر زي الابره دي، اللي هي مثلا الابر دي اسمها ابر تنظيف. يعني دي بنخلص مثلا وبيبقى في عندنا بواقي خيوط عايزين ندخلها جوه الشغل، فبنستخدم الابره دي. هي عامله زي ابره الخياطه بس هي بلاستيك. وطبعا ده يعني المكان اللي خاص بالخيط ده بيبقى يعني متسع شويه، علشان ايه؟ يعني ممكن يعني نلضم فيه خيط الكليم ده، او ممكن نلضم فيه خيط المكرميه. دي مزوره طبعا بنستخدمها لو احنا بنعمل طول معين لبلوفر او جاكيت، بنقيس بيها. طبعا دي برضو حاجة عاملة زي برضو الماركر اهي. ده عداد، ده كده ده عداد. لو بصينا عليه هنلاقي ان هو هنا في ارقام اهي، في ارقام. انا لما بكون بعد مثلا عشان ما اتلخبطش، فانا بحرك ده مثلا، انا عملت سطر 1، سطر 2، سطر 3، سطر 25، بحرك التاني، بظبط العددين قدام بعض. فده عداد، عشان لو حد شافه ما يستغربش، ده عداد بعد بيه السطور اللي انا بعملها. طبعا دي انواع الابر كلها اللي انا يعني اللي عندي. طبعا في طبعا خيوط انواع كتير. في خيط السلسله، الخيط اللي زي ده بستخدمه، ممكن اعمل بيه مفرش، ممكن اعمل بيه شنطه. في خيط الكليم اللي هو زي ده، وده طبعا الوان مختلفه، في زي ما قلت لكم قبل كده وعرفتكم عليها. في الاصواف بقى، يعني بصوا ده طبعا خيط صوف، ده يعني الوان كتير. طبعا انا عندي حاجات كتير، شلات كتير انا بشتغل بيها. وده بيبقى عباره عن بكره كبيره فيها الوان كتير، انا بحب اجيبها وافكها واستخدمها، لان انا بعمل مربعات جراني اللي هنعملها ان شاء الله مع بعض. فبستخدم الخيوط دي الالوان. وفي كمان زي دي خيوط بتبقى عباره عن شلات، يعني دي بواقي شلات كده، يعني دي شله ودي شله، دي طبعا شله لسه انا ما استخدمتهاش. وطبعا دي زي التانية. يعني انا طبعا يا رب اكون فدتكم النهارده في الفيديو. طبعا دي نماذج من الحاجات اللي انا عاملاها. دي ورده اهي، دي كمان ورده تانية اهي. دي ممكن الورده الصغيره دي ممكن نعمل بيها شنطه جميله قوي. هبقى وده حاجة اسمها مربع جراني، ده بستخدمه. بنعمل منه أشكال كتير، ممكن نعمل منه الشكل المربع، ممكن نعمل منه الشكل المدور، وممكن نعمل، هو اسمه مربع جراني علشان هو بيبقى عبارة عن مربعات وبنلزقها في بعض، نعمل منها بطانية ونعمل منها شنطة. في منها كمان الشكل السداسي، في هو الشكل المربع ده بس بيتعمل بأشكال طبعا مختلفة من جوه. إن شاء الله يعني هنعمل الحاجات دي كلها بإذن الله مع بعض. لو الفيديو عجبكم النهاردة واستفدتوا منه، حطوا لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا، مع السلامة.